السلام عليكم، ادم كادوره معكم. اليوم جايب لكم فيديو بصراحه عن اللي ما بتتسمى جود عقاد. هذا الفيديو حبيت اطرح لكم اياه، هي طرحته من فتره لما كان رمضان، بس ما استرجعت تنزله، حطيته لايف وبعدين مسحته وشالته. انا قدرت بطريقه ما اني اجيب الفيديو، راح احط لكم عينه بس من هذا الفيديو مشان نشوف كلياتنا حقيقه جود عقاد اللي في منهم بدافعوا عنه. تفضلي. مرحبا. انا اليوم لسه بعدني صايمه، والافطار بلش من تقريبا نصف ساعه. قلبك عامر بالايمان، يعني هي بتزوم زياده نص ساعه يعني مشان الاجر يصير دبلين. ما شاء الله. وكان احلامي كلها كوابيس وحياتي صايره كثير مقززه. عم بتجنب اي مكان بيتواجد فيه ناس سوريين. والله الحق بايدك، يعني انا بتجنب اي مكان بكون متواجد فيه صينيين، يعني ما كينكو وتعافونا هيك. بسمع اللهجه السوريه بالشارع، اول شي بفكر فيه هذا الشخص بيعرفني او لا. خديها من عندي، ما ضل حدا ما بيعرفك. مو لانك مشهوره جدبه، لانك مشموسه. حجم الاساءه اللي صار الي تجاوز الحد المنطقي للاساءه. وطولي بالك باذن الله لسه بدي اشيل له عرضك. يا رجال ما حدا يضحك، لانه اللي عم يضحك يعني بده يسمع حكي بعد شوي بسم البدا. عفوا. حابة أرجع سوريا، أفتح فرع تعذيب ما سمعوا عنه لا بالهولوكوست ولا بالجوية ولا بالمخابرات العسكرية. أحط فيه كل الناس اللي عم تعلق عندي، أنزل فيهم تعذيب حتى الموت. أشوفهم هيك عم بتصفوا قدامي. شي داعش ما سوته، شي داعش ما عملته. صايرين رجال بيبعتوا لي مسبات جنسيه انه ما بتشتغلي ببيت دعاره، اختك اللي بتشتغل ببيت دعاره. كل واحد كذلك اخته بتشتغل ببيت دعاره، وان شاء الله ان شاء الله انت بتموت وابوك بيموت واخواتك بيشتغلوا ببيوت الدعاره، وانا بجي بتصدق عليهم وبساعدهم وبطلعهم منها. هيك انا بتمنى لك، بتمنى لك امك تفتح بيت دعاره واختك تشتغل ببيت دعاره، وانت ذات نفسك يغتصبوك، يدخلوك على الجويه ويغتصبوك، يدخلوا جوا قيزك اناني بيبسي مكسوره. الله قدر ولطف، هي كوكا كولا ما بيبسي. قولوا علي حاقدة، أنا إنسانة حاقدة، والحقد وصلان لعند الله عندي. أنا بكرهكم كلكم، بتمنى لكم الموت. أنا بحقد عليكم حقد إشي الله يعني الله وحده بيعرفه. بكرهكم كتير جواتي، بحقد عليكم كتير. ما بتهمني الجنسية السورية، أنا خرع على سوريا وعلى الجنسية السورية وعلى اللي بسوريا كلهم دون استثناء. أنا آخر همي إيش عم بيصير بسوريا. اقسم بالله العظيم انك انسان مسخ، تافه جدا، مسخ حقيقي على هالالفاظ اللي عم تطلع منك. السوريين بيشرفوا راسك وغصبا عن راسك، وين ما راحوا السوريين تاج راسك وغصبا عنك. انتوا مثل الصراصير بالشارع، كنتوا مثل جرذان الأقبية، ما كان حدا يطلع صوته. كنت لما انا اجي ابهدل واحد عم بيتحرش الاقي رجال كلهم تلفتوا، كيف صوتك طالع؟ لك يخرب بيتك ما اكذبك، لك ما في شاب بسوريا كان يسترجي يلطش بنت بشارع عام، لانه اذا لمت عليه الخلق بيحسبوا الله ما خلق. والله سويتينا بلا شرف. طبعا تختلف الحالات، في حال انت كنت عم تتلطشي بهذا شيء ثاني، بده يطلعوا الخلق انه معقول قد نفسه دنيئه عم بلطشت، قومي انت بتبادلي بقولك طلع صوتك لسه، طلع صوتك. انتوا شعب مقزز مقرف مغقيت، بيجي اي واحد بيرفع شحاط عليكم بتبجلوه تسجدوا له. احنا شعب تاج على راسك، واصغر سوري ما بيسترضي يحط صرمايته على راسك، ما بيسترضي، بيقرف حقه. والله ما بلومه ولا حدا بلومه. على ايش انتوا جايين بتهجموا علي؟ عشان انا بناصر حقوق المرأة؟ هو ليش بسوريا في حقوق مرأة اساسا؟ لا هو بصراحة إذا في وحدة تدافع عن حقوق المرأة، يعني فتم هيك ألفاظ لبيتن أصلا المرأة يعني كتير حطوا لها قيم ورفعتي من مستواهم كتير. إذا أنت بدك تدافع عن حقوق المرأة بصراحة يعني بدي اسب على سوريا، خار على سوريا، روح خريها، روحوا اطلعوا اشتكوا، روحوا اعملوا اللي بدكم اياه، خروها
خروها اعلى ما بخيلكم اركبوا. اسمي مثل ما هو موجود على الجواز. روحوا اشتكوا عليه، موجود بالسويد وموجود بامريكا، ارفعوا علي قضيتين وبدكم ارفعوا. خارة عليكم، مالي سائله، خارة على كل واحد موجود بهذا الفيديو، خارة عليه. شكر الله وبحمده انه ما كنت موجود بالفيديو. لما كنت طرطشت. الله يفضح حارتكم ويشلكم اكثر ويبهدلكم اكثر ما تكونوا مبهدلين. واللي بالمخيم الله يزيده فقر، واللي برا المخيم الله يقصف بيته، الله ينزع عليه البنايات كلها، وينزع عليه الكيماوي والغازات وكل انواع المصايب الله خلقها. يقلعوه من البلد ويشرشحوه بالشوارع ويغرق بالبحر ويفطس تاكلوا السمك، يتحول لسردين، يتحول لشحاطات، يتحول لنفط. مش فارقه معي، يتحول لخرا، ما بتفرق. بس انا بالمقابل بدي اقول للناس اللي بسوريا وبرا سوريا الله يوفقكم وينور طريقكم ويفتح لكم الخير من عنده. هالكلمتين انا بدي اقولهم رد على كلام المسخ جو العقاد. راح اوقف لهون لاني باقي الفيديو فيه كثير كلام ما ممكن يليق بمستوى الصفحه. بس فرجي لكم عينه صغيره من تفكير الانسه جو العقاد. شكرا كثير لكم. ادم كادورك عم معكم. السلام عليكم.